يا ست خرجتك اهو في حته عشان نشوف ايه اللي مزعلك. اقعدي بقى. استغفر الله العظيم. قولي لي يا ست انغام بقى، انت ايه اللي مضايقك وايه اللي مزعلك؟ بجد يا سنت، مش هتشوف لي موضوع يعني مش هتشوف لي حل في الموضوع اللي احنا فيه ده. موضوع ايه؟ انت عارف يا ياسين انك بتسافر وبتسيبني وعارف الموضوع ايه، بس انت اللي بتعمل نفسك مش واخد بالك. ما تقولي ايه يا انغام اللي مزعلك؟ اعرف ازاي وانا في الشغل؟ يعني انت دلوقتي مش في البيت، مفيش حد في البيت غير امك وابوك. انا هصحى يعني مفيش حد بيبهدل، مفيش حد بيعمل فيها ايه يعني. اما اصحى الظهر انزل اشوف ورايا ايه وهنعمل غدا. امك عايزاني اصحى من الساعه 7 الصبح. طب انا الساعه 7 الصبح هصحى اعمل ايه؟ طب وانت هتصحي ليه الساعه 7 اصلا الصبح؟ طب ما انت تقولي، طب ما انت عارف الموضوع ده، يعني انت مستنيني اقول لك عشان تحسب الامر. هي عايزه تصحيكي بدري ليه؟ ما تقولي. اهو عايزاني انزل اقعد تقول لي شوفي اللي وراكي من بدري، بس الشغل البدريه منسيه. ما فيش. شغل ايه؟ هو فين الشغل اللي عندنا اصلا عشان هو نشوف؟ اصلا احنا ولا عندنا بهايم ولا عندنا زريبه ولا عندنا ارض اصلا قول لي ولا انت عندنا. بقى، قول لي انت بجد، انت شوف لي حل في الموضوع ده يعني. وانت ليه ما قلتيش لها ان احنا اصلا ولا عندنا بهايم ولا؟ قلت كل اللي نفسك فيه. قلت ليه تقولي هو انت مش زي يعني المراتات التانيين؟ يعني في مراتات التانيين ما كل واحده قاعده في لمه التانيه بعيده عننا اصلا وشايفه بيتها بس. يعني المفروض اصلا تشكرني ان انا بنزل، انت مش موجود. انت مفيش ليه ما حد كان انت معايا. ليه ما قلتليش وانا في الشغل ان انا كنت كلمت امي، كنت قلت لها انت عايزه ايه؟ عايزه تصحى الصبح ليه؟ انا هشوفك كنت في الشغل. انت كنت رنيت عليا في الشغل، انا كنت رنيت على امي. انت عايزني اقول لك مشاكلك كنت في الشغل تزعل عليا انت كمان وتزعل؟ وانت في ايه ولا في ايه؟ ما ت- مشاكلك ايه؟ مشاكلك ايه؟ استنيتك لما انت مشاكلي تيجي. مشاكلك ايه؟ لا، انت ما كنت انا قولي. الصح ان انا استناك اما تيجي وبعدين اقول لك اللي انا متضايقه منه. انا يعني هو دي اللي مضايقك؟ انا ما في عايزه حاجه ارجع تانية؟ البيت ده تاني. انا مش هرجع البيت. امال هتروحي فين؟ شوف لي حل، ودينا عند امي لحد ما تشوف حل في امك يعني، يا اما خلاص. يعني ايه ودينا عند امي؟ على فكره اللي انت بتتكلم عليها دي امي. ما هو امك بس مش بتحترم مراته. انت بقى بالراحه كده، انت كنت تعرفيني كنت ارن عليها في ايه يا امي؟ لا يا ياسين، انت عارف يا ياسين من المشكله من المره اللي فاتت، من ساعه ما اصلا التاخير ان انا على النزول ده. وانت عارف ان كده، بس مش كل مره حساب، مره كده ومره كده، مش كل مره حساب. انت عايزه تروحي عند امك؟ انا عايزه بس لو رحت عند امك مش هترجعي تاني. انت شايف كده؟ انا شايف كده. يعني انت شايف ان ده اللي صح؟ انت يعني بتلبسي انت كده يعني ماشيه؟ يعني انت شايف ان ده اللي صح، بدل ما تيجي يعني جايبني في كافيه تروق عليا، المفروض تخليني اروق من اللي انا فيه. ما المفروض بقى تتكلمي كده باحترام. انت عشان يا ياسين انا بتكلم باحترام اهو. طب اهدي اهدي. انا عايزه حل، مش اهدي. كل شويه انا طالب لك مانجا اصلا واحنا طالعين. اهدي كده لحد ما يجيب لك المانجا كده وتشربي. واهدي الامور ببساطه، خدي الامور ببساطه. المانجا يا ستي تشربي. انا هرن لك على امي. ماشي. نشوف في ايه. خلاص يا ياسين بقى، احنا خارجين نروق على نفسنا. يا ست انا هرن عليها. انت يا عم ممكن تكون انتوا الاثنين فاهمين بعض غلط. خلاص، اما نروح نتواجه، اما نروح واجهنا. خلاص بقى سيبني اشرب المانجا. طب اشربي بس اشربي. ايه يا حاج؟ عامله ايه؟ هو في ايه بقى بينك انت ومراتي؟ طب انت عايزاها ليه تصحى الساعه 7 الصبح؟ يعني احنا ولا عندنا بهايم ولا عندنا غيط ولا؟ اه. وانا قلت لها انتوا ممكن تكونوا انتوا الاثنين فاهمين غلط. ياما انا ومراتي نشيلك على راسنا وضح لي، والله. تشوف لي انا عايزه ايه، شوف انا عايزه ايه. انا ومراتي نشيلك على دماغنا. احنا الاثنين لازم نقدر بعض. خدي يا ست. عايزه اتكلمك وبتقول لك ولا اي حاجه خالص، واصحي براحتك. ايوه. يعني انت كنت مستنيه يعني منك ايه عشان الكلمتين دول؟ ما انت المفروض نقدر بعض وتشوفي يعني انا وانت عايزين ايه يا ست، وانا ما اقدرش استغنى عنك والله. انا قلت لك انت فاهمه غلط. خلاص اما نيجي. خلاص ماشي. خلاص مش زعلانه والله، احنا بره كده شويه وهنيجي. ماشي. بس حاجه اجيبها لك وانا بره. طيب يا ماما، سلام. سلام. استغفر الله العظيم يا رب. قلت لك ما نرجع يا ياسين. عشان بس بصي لازم يبقى في مواجهه عشان ما انا قلت لك نتواجه اما نروح. قلت لها ان انتوا اصلا فاهمين غلط. انت فاهمه غلط وهي فاهمه غلط. طب ماشي يا ياسين. اشربي يلا يا ست. اهم حاجه انت مش زعلانه. ماشي يا ست.